ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض صينيه سمك كده سهله ولذيذه. بعد رمضان والعيد بقى وحشنا السمك، عايزين نعمل كده وصفه حلوه. فهنعمل بقى الوصفه دي، فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنا عندي كيلو فيليه قشر بياض متنضف ومتقطع، هتبله بالملح والكمون بس. بعدين بعد كده عندي هنا طاسه على النار، معلقه كبيره من الزيت النباتي. هضيف السمك عندي، هاخد له كده زي صدمه او تشويحه بسيطه، بحيث ان هو بقى يمسك نفسه، قطعه السمك تمسك نفسها، ولما تنزل في الصوص ما تفكش مني وتفرفت وتبوظ. بعدين بعد كده بقى هنا عندي طاسة على النار، شوية زيت كده حلوين. بعدين بعد كده بصلاية متوسطة مفرومة، جزراية مبشورة، حبة فلفل أحمر متقطعة كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، 3 فصوص ثوم. لو حابين تضيفوا كمان نوع مثلا فلفل أصفر أو أخضر ممكن. هقلبهم بقى كده كويس جدا لحد ما عندي كل الخضار ده يبتدي ان هو يدبل كده معايا، واللون البصل يبتدي يبقى لونه كده شفاف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اول بقى ما يوصل للمرحله دي هضيف بقى عندي التوابل: معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره ينسون، معلقه كبيره بهارات سمك، معلقه كبيره بابريكا حلوه، معلقه صغيره بابريكا مدخنه. البابريكا الحلوة مهمة، لكن لو انتوا عايزين تستغنوا عن البابريكا المدخنة مفيش مشكلة. هنا بقى عندي استخدمت صلصة هاينز البيتي. طبعا لو مش متوفرة هنستخدم بدلها العصير الطماطم العادي اللي احنا بنعمله في البيت. نص لتر، حوالي نص لتر كده. طبعا هضيف مية هنا عشان الصلصة عندي ما تبقاش يعني سميكة، عايزاها ان هي تخف شوية عشان تستوي فيها بقى الخضار والسمك اللي انا هضيفه. بعدين بعد كده عندي هنا بقى شرايح بطاطس، هضيفها كده كرق او زي طبقة اولية هتتحط عليها فوقيها الايه السمك، شرايح السمك بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البطاطس هتاخد من الصوص وهتاخد من الخضار اللي محطوط، الريحة تجنن فظيعة، والسمك كمان هيجي عليها. بجد صينية اللي كل الفوائد فيها حلوة سهلة، وفي نفس الوقت ما بتاخدش اي وقت خالص، والنتيجة بتاعتها جميلة وتنفع في العزومات، تنفع في الأوقات العادية زي ما انتوا شايفين كده. هتاخد حوالي من ساعة إلا ربع لساعة على نار متوسطة. أول بقى ما تبتدي خلاص بقى كده زي ما انتوا شايفين كده الصوص استوى والسمك وكل حاجة. عندي هنا كزبرة مفرومة هضيفها على الوش قبل ما تطلع الصينية بحوالي 5 دقايق. ممكن بقى ناكلها بقى مع العيش، ناكلها مثلا برز صيادية زي ما تحبوا. وده الشكل النهائي بتاعها بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الكزبرة استوت، بقت تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله، باذن الله تنال اعجابكم، واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله.